السلام عليكم. اولا بتاسف على الصوت والشكل اللي انتوا شايفينه، بس يعني واحد بردان وعيان والله الحمد لله، والمنتخب يفقع على المراره فكله جاي ميكس مع بعض وكده، فبنعتذر على بشاعه الصوت والصوره. دي اول حاجه. منتخب مصر الناس كلها عماله تقول لك منتخب مصر خطف نقطه من منتخب غانا. يا جماعه لا، منتخب مصر والله العظيم كان يستحق ان هو يفوز المباراه دي. بس المباراه بقى يعني وضحت لنا حاجات كتير قوي. يعني ماتش موزمبيق كنا بنتكلم ده اول ماتش، والرطوبه والمياصه واللعيبه ومش عارف ايه. لا، الماتش ده باين لي حاجات كتير قوي. يعني بدايه من التشكيل، انا بس عايز اسال سؤال بس كده. هو استاذ فيتوريا مع كامل احترامي ليه، هو بيعاند مين وليه؟ يعني هو بيعاند مين وليه؟ يعني بتلعب محمد النني تاني 6 تاني بعد الخرا اللي عمله الماتش الاولاني تاني ليه؟ يعني في صالح مين؟ طيب يعني انت شايف ايه مش شايفينه؟ ما فهمتهاش. ما فهمتهاش. انا مش برمي على محمد النني خالص 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 خالص. يعني معلش، هو يعني هو لاعب محترف بينفذ طلبات المدرب. المدرب قال له العب 6، اطلع احتياطي، العب سترايكر، العب باك يمين باك شمال، هيلعب اللي المدرب بيقول عليه. فهي مش مشكله النني يا جماعه، لكن مشكله المدرب اللي مختار لاعب ما بيلعبش بقاله 6 شهور تاني. وقلنا يمكن يا سيدي مش فاهم الراجل. ففي ماتش موزمبيق النني كان واحد من اسباب الخساره، وقلنا ماشي يعني، او سوري اسباب التعادل، وقلنا ماشي يعني خلاص الراجل شافه المفروض بقى هيعدل التشكيل الماتش ده. لا مفيش خالص، ما حسيتش بعيد عديله خالص. تريزيجيه كافر مقعده بره ليه؟ ده احسن لاعب لعب معاك من ساعه ما جيت منتخب مصر هو تريزيجيه والله العظيم. الماتش اللي فات ما كانش موفق وما كانش احسن حاجه، بس انت يعني اهو، ما انت يعني انت لو عندك يعني مخ وبتشوف ان تريزيجيه الماتش اللي فات ما كانش موفق فقعدته، فبديهيا انت شفت ان النني الماتش اللي فات مش موفق فقعده. لكن لا، هلاعب النني وهلاعب عمر مرموش مكان تريزيجيه. هو كده. فاختياراته بصراحه مدمره فشخ حياته، مش مدمره حياته. طيب سؤال تاني معلش، بعيدا بقى عن فيتوريا، يعني اختياراته دي لصالح مين وليه؟ هو يعني مش عارف اجيبها ازاي حقيقه، مش عارف اجيبها ازاي. يعني فيتوريا او ايه الحاجه اللي بيلعب بيها المنتخب؟ يعني ايه شكل المنتخب في الملعب؟ ايه التكتيك اللي بيلعب بيه المنتخب؟ يعني ايام كوبر خلاص احنا كنا حافظين، احنا بنقفل بنموت الدنيا في الدفاع وبنباصل صلاح وبنلعب. كيروش نفس الكلام، بتلعب دفاع كويس جدا وبتبتدي تلعب على الثلاثي الهجومي بتاعك. فيتوريا بقى بيعمل ايه؟ يعني حد يقول لي، حد كده يقول لي، ده سؤال يا جماعه، حد يقول لي ايه شكل المنتخب اللي بيلعب بيه؟ يعني هل انت بتضغط من قدام بتلعب ضغط عالي، ولا هل انت بتدافع وبتلعب على كاونتر اتاك، ولا هل انت ماشيها باص لصلاح؟ انت بتعمل ايه؟ يعني والله العظيم بجد انا عايز اعرف ايه الشكل اللي بيلعب بيه منتخب مصر، سواء المباراه دي او المباراه اللي فاتت. مفيش. العيال تايهه في الملعب يا جماعه، انزلوا يلا وعلى الله حكايتكم. احنا هنلعب 4-1 4-1، يلا شوفوا بقى مين هيلعب فين. والله العظيم بجد اقسم بالله ما في شكل يوحد ربنا للمنتخب، ما فيش شكل للمنتخب. الشوط الاولاني ايه ده؟ في ايه؟ مين دول؟ يعني انا ما فهمتش الشوط الاولاني احنا بنلعب ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ وبعدين نازل محترم غانا زيادة عن اللزوم قوي ليه كده؟ في ايه يا عم مالك؟ انا برضو ما فهمتش دي. الشوط الاولاني الحمد لله كنا واقفين دفاعيا كويس، بغض النظر عن الجول اللي دخل فينا، هنتكلم بس في تفاصيل الماتش يعني. بس انت لازم محترم غانا قوي ليه كده يا معلم؟ في ايه؟ يا سيدي محترم غانا على عيني وعلى راسي، شكلك ايه في الملعب؟ انت بتعمل ايه في الملعب؟ يعني انت بتدافع بس، ولا انت بتدافع وبتلعب على كاونتر اتاك؟ مثلا هقول لك انت محترم غانا فبتدافع وبتلعب كاونتر اتاك. فمش عارف والله. بس انا لقيت فيديو كده، يعني غالبا هو ده اللي هيقول لك الحل الامثل، احنا بنعمل ايه بالظبط. يعني غالبا الحل في الفيديو ده. فريق ايه ده؟ خليها على الله. فريق خليها على الله. خليها على الله. اشمعنى الاسم ده؟ عشان كله على الله. كلتنا على الله. كل حاجه على الله. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله، وبارك يا رب، والثقه في الله. حرفيا والله العظيم هو ده اللي بيحصل حرفيا. احنا مخلينها على الله ونعم بالله يا سيدي وكل حاجه، بس انت مفيش شكل يا معلم، مفيش حاجه. العيال تلاقيها في الملعب. الشوط الاولاني ماشي، ما رحناش بولا هجمه، ما رحناش بولا كوره، ما عملناش اي حاجه خالص في الماتش. انا عايز اقول لك انا تاني اقسم بالله نمت في الشوط الاولاني، نمت
مفيش يا ابني الماتش شوط ميت خالص، مفيش حاجه تتعمل في الشوط الاولاني خالص. اصابه صلاح معرفش يعني، مع كامل تمنياتنا ليه ان هو ان شاء الله يقوم بالسلامه، ولعيب مهم وكل حاجه. انت اتصبت من الوقفه يا معلم طب ولا انت تعبت من الوقفه فاتصبت ولا يعني، ولا انت متوتر ولا ايه؟ والحمد لله انها حسيت انها جت في يعني في صالح المنتخب بصراحه. يعني محمد صلاح انا حاسه نازل ماتش متوتر، مضغوط زياده عن اللزوم. حتى شفناه مع الحكم برضو متنرفز زياده عن اللزوم مع الحكم، معرفش فيه ايه. ف يعني ربنا يا رب يشفيه وتبقى اصابه خفيفه، انه برضو لاعب مهم وكل حاجه. بس انا شايف ان اصابته جت في صالح المنتخب يعني 100%. تحس اللعيبه فاقت اتحررت. خلاص ما بقاش انت رامي كل حاجه الناحيه اللي عند محمد صلاح بس. غيرنا الحمد لله يعني، عملنا تغييرات كويسه. ف يعني من الاخر انت الشوط الاولاني ما عملتش اي حاجه خالص غير الجون اللي دخل فيك ده، اللي من وجهه نظري ما فيهوش اي حاجه تذكر. الشوط الاولاني اي حاجه تذكر غير الجون اللي دخل فينا. محمد قدوس يا جماعه اللي جاب فينا الجونين ده، انا عايز بس الفت نظركم لحاجه. الراجل ده مصاب من شهر 11 اللي فات في ويست هام، ولسه بادئ تاهيل يوم الاثنين، واختبروه الثلاث والاربع، ولعب النهارده الخميس بس خلاص. السلام عليكم. يعني الراجل ده مصاب من شهر 11 اللي فات مع ويست هام. فلك ان تتخيل احنا كنا بنلعبه لوحده تقريبا النهارده، يعني الوحيد اللي كان مادي بشكل كويس في منتخب غانا. معرفش فيتوريا برضو يعني الجون يبين لك ان انت عندك مشكله بنت لذينه في نص الملعب. لما الثلاثه بتوع نص الملعب واقفين على خط ال 18 ومش عارفين يقطعوا كره من الراجل ولا يضغطوا عليه، ايه يا عم في ايه؟ اني ما بيضغطش ما بيعرفش يضغط بحكم السن، وبحكم ان هو ما بيعرفش يلعب في ارسنال بشكل اساسي، وبحكم حاجات كتير جدا. انت عايز حد يضغط. شفت هم في الشوط الاولاني كانوا بيضغطوا عليك ازاي؟ شفت كم الكور والخشون اللي كانوا بيلعبوا بيها؟ انت ما عندكش حد بيعمل كده. والمفروض رقم 6 ده يبقى مسمار، يعني عيل عقر، فاهم؟ اللي هو بقى عيل مقطع بطاطا زي ما بيقولوا، بيضغط وبيروح حمدي فتحي. ما انت عندك، ما تلاعب يا عم حمدي فتحي 6. شفت يعني لاعب حمدي فتحي 6 بس، خلاص كده خلصت. شيل النني حط حمدي بس كده خلاص، الموضوع سهل. لكن ليه لازم والله ما عارف هو بيثبت ايه يعني، مش عارف بيثبت ايه لمين في وجود النني رقم 6. الشوط التاني انا بصراحه ما اتخيلش ان المنتخب هيرجع بالروح دي، وانا واثق 100% ان الروح بتاعت المنتخب دي جايه من اللعيبه مش جايه من المدرب خالص. يعني انا واثق ان فيتوريا مش عارف امكانيات اللعيبه اللي معاه. منتخب مصر احنا عندنا منتخب كويس، عشان بس نبقى متفقين مع بعض، احنا عندنا منتخب كويس وعنده عناصر كويسه، بس محتاجين مدرب يوظف الناس دي صح. انت لحد دلوقتي مش عارف امكانيات اللعيبه اللي معاك. مش هنتكلم على نني تاني ماشي. محمد حمدي انا يعني هو دفاعيا كويس وكل حاجه واحسن من الماتش اللي فات، بس هجوميا يا معلم انت مفيش خالص. وبعدين طب انت جايب فتوح ليه؟ وفتوح ما بيلعبش ليه؟ وانت كنت جايبه اصلا ما بيلعبش مع الزمالك، بس انت جايبه عشان المفروض هو الباك الشمال الاساسي بتاعك. شويه هاني وشويه عمر كمال، والاثنين بيأدوا بشكل كويس، وعمر كمال النهارده يعني كان بيأدي بشكل كويس جدا. بس ما فهمتش برضو يعني انت مستقر على مين في الاثنين؟ صلاح ماشي الناحيه اليمين، صلاح تريزيجيه ولا مرموش؟ ده شويه وده شويه. زيزو ولا امام؟ ده شويه وده شويه. انت لازم يكون ليك قوام يا معلم، وابدا خلاص في تغييرات انا عارفها بعملها، لازم في قوام وشكل اساسي للمنتخب. لكن انت جاي تجرب في بطوله افريقيا يا راجل، يعني انت جاي تجرب في بطوله افريقيا، جاي تغير 2 من 3 اللي في نص الملعب ثاني ماتش. يعني انت الماتش اللي فات كنت بتلعب بمين؟ كنت بتلعب بزيزو وحمدي فتحي والنني، سوري، ومروان عطيه والنني. الماتش ده بادئ بحمدي فتحي والنني وامام. فيعني يا باشا انت مش بتجرب في بطوله افريقيا، يعني ما ينفعش تجرب في بطوله افريقيا. انت جاي المفروض دي بطوله، اول بطوله ليك رسميه مع منتخب مصر، فما ينفعش تجرب. انت لازم يكون ليك قوام وشكل اساسي وشكل بتلعب بيه في الملعب، شكل بتلعب بيه في الملعب تاني اهو. ابقى فاهم انت بتعمل ايه، انت بتضغط ضغط عالي ولا انت بتدافع ولا انت بتعمل ايه؟ انا مش فاهم حاجه والله العظيم. واللي فاهم يا جماعه يقول والله، يعني حد فاهم شكل المنتخب بيعمل ايه؟ يعني منتخب مصر مثلا بيبصي كوره لصلاح والعيال كلها بتدافع، ولا هم بيدافعوا بيلعبوا على الهجمه المرتده، ولا بيلعبوا ضغط عالي؟ يعني اللي فاهم شكل المنتخب يقول. فاللوم كله على الراجل ده بصراحه. من يعني انا لا احمل اللعيبه اي حاجه خالص، لان اللعيبه في الاخر بتنفذ تعليمات مدرب. تريزيجيه لما نزل، يعني انت نزل تريزيجيه في الدقيقه 70 يا راجل يا مفتري.
ده الراجل نزل ولع الماتش. عمر مرموش تحرر تماما ونزل عمل، يعني الراجل عمل شوط تاني عالمي. امام عاشور مان اوف ذا ماتش من وجهه نظري، عمل مجهود جبار في نص ملعب منتخب مصر. مصطفى فتحي كان ليه بعض اللمحات، بس هو برده لسه رجله مع المنتخب مش احسن حاجه، بس كان ليه برده بعض اللمحات. مصطفى محمد يعني بسم الله ما شاء الله، اخيرا لقينا مهاجم كويس لمنتخب مصر، اخيرا بقى في مهاجم. انا شايف عمرو زكي، يعني حاسس ان احنا عندنا مهاجم كويس، حاسس ان احنا عندنا مهاجم رقم 9 محترم. فانت فين من الكلام ده يا معلم؟ طيب هل انت بقى الروح اللي عند اللعيبه دي هل انت اللي عملتها؟ هو اصلا طلع بعد الماتش قال لك اللعيبه اتكلمت مع نفسها، اتكلموا مع بعض وعندهم روح كويسه جدا وشجعوا بعض. يا سلام، انت فين يا معلم؟ يعني الله يرحم حسن شحاته لما دخلوه في ماتش البرازيل قال لهم انا مش جاي اخسر 6 و7، وبيلعب البرازيل، يعني لو خسر 6 و7 محدش هيلوم. لكن انت جاي تقول لي اللعيبه اتكلمت مع نفسها وهم اللي عملوا الروح دي؟ يا راجل، وانت ايه بقى بتتفرج عليهم بتصورهم؟ فلا، علامات استفهام كتيره جدا على فيتوريا. ومش عايز بس اتكلم يعني في تفاصيل كتير في الماتش. يعني الشوط الثاني منتخب مصر يعني بان بشكل كبير جدا عندنا اخطاء دفاعيه رهيبه جدا، اخطاء دفاعيه، رغم ان شايف ان حجازي وعبد المنعم او الرباعي الدفاعي ادى النهارده بشكل كويس رغم الاخطاء يعني اللي كانت موجوده، لكن احسن من الماتش الاولاني. وهنصعد، خد بالك يعني باذن الله هنصعد لدور ال16. بس باللي انا شايفه ده منتخب مصر مع اول منتخب محترم ومع مدرب فاهم كوره احنا هنتفشخ، لان انت على الله ان شاء الله، انت ما عندكش اي تكتيك. فاتمنى نتفادى الحاجات دي، اتمنى ان ربنا يخيب ظني اشوف منتخب مصر في النهائي. وبعدين عندي تعقيب صغير، يعني انت في ماتشين في الدور الاول اهو انت استقبلت 4 اهداف. 2021 البطوله اللي كانت الاخيره اللي احنا وصلنا فيها للنهائي مع السنغال، انت البطوله كلها استقبلت هدفين بس، يعني البطوله كلها انت استقبلت هدفين فقط لا غير. انت في ماتشين مستقبل 4 اهداف، ولعبت بقى منتخبات زي الكاميرون ولعبت السنغال ولعبت اكتر من فرقه كويسه ونيجيريا ولعبت فرق كتيره جدا محترمه، وصلت للفاينل البطوله يعني. فده بيقول لك ان احنا عندنا مشكله دفاعيه، وده شغل مدرب الحقيقه، يعني المفروض بقى انت اللي تحل المشكله الدفاعيه دي، انت اللي تحل الكلام ده. احنا بنسجل اهداف الحمد لله، سجلنا ماتشين الشوط الاولاني، الماتش الاولاني جونين والماتش الثاني سجلنا جونين برده، تمام وزي الفل. بس انا اي كوره بتروح يعني على دفاع المنتخب انا يعني بتشاهد، فاهم اللي هو يا رب يا رب يا رب يا رب. ف يعني ارجو ان شاء الله يعني ان ماتش كان فيردي يبقى ماتش مختلف كشكل، اشوف شكل المنتخب، احس ان في بصمه مدرب موجوده. للاسف انا مش حاسس ببصمه مدرب، احس ان في مدرب فاهم امكانيات لعيبته، عارف ان ده ما ينفعش في المركز ده، وعارف ان ده افضل من ده في المركز ده، وعارف ان تريزيجيه ما يقعدش، وعارف ان مرموش يلعب جنب مصطفى في بعض الاوقات، تريزيجيه ممكن اقعده لو هخليه ورقه رابحه معايا زي ما نزل النهارده قلب الماتش، امام عاشور ما يقعدش، يبقى عارف ان النني مش مكانه رقم 6، يبقى عارف حاجات كتير جدا، يبقى عارف ان لازم اجرب احمد فتوح بقى طالما انا جايبه معايا، ومحمد حمدي مع كامل احترامي ليه هو هجوميا مفيش خالص، يعني انا ما شفتلوش ولا عرضيه حلوه توحد ربنا، ولا الماتش الاولاني ولا التاني. فتوح يمكن حمدي دفاعيا احسن من فتوح شويه، لكن مش انت منتخب مصر، انت رايح تاخد البطوله، انت عايز تهاجم، انت بتلعب كاف فيردي يا عم الحاج، انت في ايه مالك يعني؟ انت هتلاعب كاف فيردي وموزمبيق، ما تهلهناش بقى يا عم بقى، ما تهاجم يا عم واكسب بسكور يا عم، في ايه يا عم؟ انت بتلعب يعني ماشي ماتش غانا خلاص يا عم، غانا ورغم ان غانا والله ما هي غانا بتاعت زمان، بس ما تهلهولناش بقى يا جدعان بقى، ما تخليناش بقى نتعادل مع موزمبيق ونخش في حزب الدربه في مجموعه فيها الراس الاخضر وموزمبيق، يا جدعان في ايه؟ فيعني ان شاء الله يا رب الماتش اللي جاي نتكلم بصوره احسن من كده عن المنتخب. وانا شايف المنتخب خسر نقطه، خسر نقطتين، ما كسبش نقطه. يعني ان شاء الله يا رب المباراه الجايه كده نتكلم بشكل احسن عن منتخب مصر، وان شاء الله الراجل ده ربنا يهديه كده ويحاول يعمل حاجه صح مع المنتخب. السلام عليكم.